بما ان بقى السؤال ده اتكرر معايا كتير، بتكتبوا لي في الكومنتات ليه البشاميل بيكعكل معايا. البشاميل انا قلت واتكلمت في موضوع البشاميل ده قبل كده، وعملت فيديو للبشاميل وقلت لك مش عايزه البشاميل يكعكل معاكي، خلي دايما الدقيق قد السمنه. يعني حطينا معلقه سمنه، نحط معلقه من الدقيق قصادها معلقه من الدقيق، يبقى المقدار عشان البشاميل مش يبوظ منك. يبقى السمنه قد الدقيق، يعني معلقه سمنه قصادها معلقه دقيق. لازم الدقيق يبقى سايب في السمن معاكي، يعني الدقيق يبقى سايب في السمن معاكي. لو الدقيق مكعكل معاكي لمجرد بس ثانيه، يعني ما فيهوش سمنه حلوه، خلاص كده البشاميل باظ معاكي. انما لو البشاميل سايب الدقيق سايب في السمنه، عمر ما البشاميل هتبوظ منه. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه، هتنزلي بعد ما تحمصي الدقيق كويس جدا. وانا قلت واتكلمت قبل كده وقلت لكم في القناه عندي على اليوتيوب، قلت لكم وشرحت، قلت لكم ان البشاميل يا جماعه مش صحي ان هو يتعمل على البارد. انت مقتنعه، انت حره، انت حابه تعمليه، انت حره. بس احنا يعني انا مش شيف، تمام؟ انا ما اقدرش اقول على نفسي شيف، بس انا متعلمه من شيفات كبار، مش طالعه بهبد اي كلام. ان الدقيق على البارد بيبقى ني ما استواش، بيعمل تقلصات، ممكن يعمل انسداد في الامعاء، ممكن يعمل مشاكل كتير جدا ليكي. تمام، انت حابه كده ان انت تعمليه على البارد، بس هو مش صحي. دي من خبرتي مع الشيفات اللي انا باخد معاهم كورسات طبخ، كلهم قالوا كده. واصلا انا في الطبيعي ما كنتش بعمله كده، يعني انا اصلا في الطبيعي بحب دايما، يعني قبل ما اعرف ان هو غلط، انا كنت بسويه دايما الدقيق على النار، ما بحطهوش ني. تمام، فانتي دايما البشاميل اللي عايزاه يبقى ناجح معاكي. طيب انتي دلوقتي حطيتي الدقيق وحطيتي السمنه وظبطتي السمنه، الدقيق في السمن وسايبه زي ما انا قلت لك. هتنزلي باللبن بتاعك ساقع، هينزل على الدقيق، عمره ما هيكعكل منه. لو انت لسه مش متمكنه، لسه بنوته وبتتعلمي، بلاش تنزلي بحاجه سخنه. انا بنزل بميه المكرونه سخنه، بنزل بالحليب سخن، وبص مني لان انا متمكنه فيه وعارفه ان انا بعمله ازاي. لو انت مش متمكنه ما تنزليش بحاجه سخنه، انزلي جيبي الحليب من الثلاجه وانزلي بيه على طول ساقع على الدقيق، هيديكي نتيجه حلوه قوي.